مدينة صغيرة كده كانت بتكبر كل يوم، أصوات صوتها عالي، ناس شغالة، حركة، بناية، عمارات. بس في مشكلة، الناس من جواها بتتخانق والوشوش ما فيهاش ابتسامة. وطبعا كل يوم حد يقفل دكان ويهاجر. هو ده مش تناقض، بس في الآخر المدينة دي ماتت ليه برغم الأسواق والناس والعمارات؟ ماتت المدينة لأنها اتخنقت من نفسها. ابن خلدون قال الكلام ده من 600 سنة، وقال إن العمران مش مباني، العمران هو روح المجتمعات، ولما الروح دي تموت ينهار العمران حتى لو البنايات لسه واقفة. ابن خلدون ما كانش يقصد كده، ابن خلدون كان بيقصد العلاقات وهي بتتجمع مع بعض، الأفكار وهي بتتحرك، روح التعاون اللي موجودة وسط الناس، وكمان بيقصد الدولة وهي بتتبني من جوه. العمران عند ابن خلدون بيقولك هي اللحظة اللي الواحد فينا بيسيب فيها العزلة وينزل للمجتمع علشان يبني حاجة في نفسه أكبر منه. بس هنا في مشكلة، المشكلة إن البنايات دي لو زادت جوه أي واحد فينا ممكن يتخنق لو زادت عن الحد. يعني ايه؟ هقولك، وده بيحصل لنا كلنا. عارف لما يجيلك وقت كده يبقى شغل 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 وكل حاجة بقت تقيلة؟ بالظبط كده بيكون العمران جواك ابتدى يتخنق. ابن خلدون بيقولك لما المجتمع بيكبر كده بيتحول من تعاون لبيروقراطية، أصدقاء لشركات، مشاعر لقوانين. الدولة اللي بتتبني دي بقى لو نسيت هي ليه بدأت بتضيع. وكل واحد فينا لما بيبدأ يكبر وينسى هو مين بطبيعة الحال بيتوه. تعال بقى اما اقولك نطبق الكلام ده عمل ازاي. دولة صغيرة فيها عصبية، الناس فيها متكاتفة، الدولة دي بتكبر وبتقوم وبتنمو وبتزدهر. بس في مشكلة، لما بتبدأ الدولة دي تكبر الجيل اللي جه بعد النشأة دي بيبدأ يهدى شوية. ليه؟ لأن أصلا مفيش حاجة يحارب علشانها، الدنيا سهلة وجاياله على الراحة. طبعا الناس تبدأ تزهق والفساد يبدأ يكبر وهوب العمران يقع. وده على حد قول ابن خلدون. ابن خلدون بيقول إن الدولة ليها عمر زي الإنسان بالظبط. بيقول إن الدولة بتتولد وبعد كده بتقوى وبعد كده بتنمو وبعد كده تترهل وبعد كده بتموت. وتعالى بقى كده اما اقول لك حاجة عن العمران ده، وان العمران ده مش بيتبني بالطوب، دي حاجة احنا بنبنيها جوه بعض. افتكر ان لو علاقتك بنفسك ماتت، او فقدت التواصل ما بينك وما بين اللي حواليك، او فقدت الشغف والمعنى، فانت كده مرحب بيك في طريق الانهيار. في الحلقة الجاية هنتكلم عن السقوط، بس عن حاجة خطيرة جدا، وهي كده ما بين قوسين العصبية اللي اتكلمنا عليها من شوية. ابن خلدون قال عن العصبية دي إنها محرك التاريخ وسلاح بيبني إمبراطوريات وبيكسرها في نفس الوقت. طبعا لايك وشير لو عجبك الفيديو، وكمان لو ما عجبكش اديني برضك لايك وشير بما إنك وصلت لحد هنا. وكمان قول لنا رأيك على عمنا ابن خلدون، هل فعلا هو يستاهل كل الحفلة اللي معمولة عليه دي بما إنه مؤسس علم الاجتماع أو أول حد أسس علم الاجتماع في العالم، ولا ليك رأي تاني؟ مستنيك. وبس كده، سلام.